ربنا مش عايزك تبطل غلط، لأن ده مش في وسعك. ربنا عايزك ما تبطلش تتوب من كل غلط وفي كل مرة بتقع فيها. من خطة الشيطان برضو إنه يقول لك عادي، ربنا غفور، كمل في الغلط مفيش مشكلة، ربنا هيسامحك في الآخرة. أمان كاذب بيخدرك ويخليك تغلط أكتر. خلي بالك، كل فكرة تبعدك عن ربنا سواء بخوف أو بأمان واهم فهي من الشيطان. إن الله يحب التوابين. عارف يعني إيه ربنا يحبك؟ هو اللي بيحب حد بيكون عطاؤه ليه إزاي؟ بلا حدود، صح ولا لأ؟ لما تعمل حاجة غلط ده مش معناه إنك بقيت بعيد عن ربنا، بالعكس ده معناه إنك ممكن تكون أقرب الناس لربنا، لأنه هيحبك لما تتوب. التوبة هي رحلة حب بينك وبين رب العالمين، رحلة فيها هتقع وتقوم وتبعد وتقرب وتبكي وتفرح وتحس إنك ضايع وتحس إنك لقيت نفسك من تاني. عرفت ليه قلتلك في بداية الحلقة إن الغلط مش نهاية الدنيا وإن بداية الطريق؟ يا رب ما تحرمناش أبدا من نعمة التوبة. ربنا يجعل التوبة سبب في حبه لينا. وفي الآخر مهما طالت الأيام ومهما طال العمر، في حقيقة واحدة مش هنقدر نتهرب منها. مفيش طريق ومفيش نهاية غير إننا هنرجع لربنا. عشان كده ربنا قال ففروا إلى الله. مفيش باب تاني، مفيش حصن تاني، مفيش أمان تاني. ارجع بقلبك قبل ما ترجع بجسمك. ارجع نظيف قبل ما ترجع بحملك. وربنا كريم.